بقيت حاسة ان انا كل ما ادخل البيت الاقي ان البيت زعلان، يعني شوية ديكور قديم، ما كانش فيه الديكورات الحلوة دي. تعرفنا على باشمهندس احمد فكري وجه وعمل ديزاين خرافي ده، بس واحنا في ال 3D لقيت البيت فرح وفرفش وبقى فيه احمر واسود وابيض، ودي اكتر الوان انا بحبها. وبقيت وانا مروحه البيت ببقى فرحانه وعايزه اقعد في البيت. المميز في احمد فكري ديزاين كان مهتم بالتفاصيل، ازاي ممكن الديزاين يبقى بيطلع شبه صاحب البيت. كان اول اكسبريشن اول مره اسمعه، كان مصمم يعرف مننا تفاصيل. ال 3D ديزاين لما اتعمل كان ملفت جدا، فانا الصراحه كان عندي داوت انه ممكن يطلع زي اللي موجود في الصوره، لكن اللي طلع في الحقيقه زي الصوره بالظبط. وكان عنده الصراحه سعة صدر انه يغير كتير، مره واثنين وثلاثه، لغايه ما وصل البيت انه يفرح. شابوه، ثانك يو احمد فكري ديزاين. شكرا قوي.